مبروك، انا قلت لك القوس مفتوح من بدري. سيبك زيزو، خلاص كلنا عرفنا ان زيزو موجود في النادي الاهلي. طيب، والونش بدات امبارح كلام يتقال عليه، انما محمد السيد ما حدش لسه ما اتقالش كلام عليه. مش بقول لك كده عشان خاطر تنسبها لي، لا انا مش بتاع اخبار. لو بتتابعني عشان مستني اخبار مش بتاعتي، انا زي ما بتجيلي كده صدف اكلمك فيها. انما محمد السيد في الاهلي ومصطفى محمد برضو زي ما كلمتك قبل كده في الاهلي، دول الاثنين خلصانين. حتى لو لسه ما سمعتش تاكيد من حد معين بعيدا عن مصطفى محمد اللي انا مش هكدب عليك، يعني ممكن يكون مختلف مع الصفقه دي بس، انما الباقي اوكي. طيب ليه مختلف مع صفقه مصطفى محمد دي؟ خليها بقى على اليوتيوب افهمك ليه، وابقى انزل لك اللينك على على الفيسبوك. انما عايزين نبقى نتفرج على الشيكات المفتوحه، وهتسمع الصياح للصبح. شوف انا هفهمك على حاجه حلوه. ده الشيك المفتوح اللي مع ميدو، الشيك المفتوح اهو. دي الشيكات المفتوحه اللي مع ميدو، مفتوحه من هنا من النص. فاكر كده كابتن فاروق جعفر لما قال له مشكله الزمالك النهارده انا مفتوح من ورا؟ دي مشكله الشيكات اللي مع ميدو، هي مفتوحه بس مفتوحه من النص مقوره. مفتوحه يا ميدو لو ذكر فرجنا. احنا رفضنا عشان خاطر ما عندناش احتياجات للعيبه دي. اكيد عندك احتياجات في مراكز كتير، محتاج مركز 9 عندك، او مركز المهاجم عندك محتاج فيه لعيب، محتاج جناح شمال. مصطفى شلبي بيقدم هناك عهر كروي بصراحه، الحق اتقال بعيدا عن احترامنا لكل اللعيبه يعني. مصطفى شلبي بيقدم ضحك، فانت محتاج جناح شمال. ما كان قدامك بن شرقي، ما جبتوش ليه؟ طب اهو قدامك تاني، مش معاك شيكات مفتوحه؟ طلع الشيك المفتوح يا ميدو واشتغل. طلع الشيك المفتوح بقى وخلص بن شرقي. طلع الشيك المفتوح وخلص وسام ابو علي، محتاج مهاجم. طلع الشيك المفتوح وخلص جراديشار، فرجنا. مش طالع بتقول امام عاشور كل يوم بيكلمني وعايز يرجع، نفسي ارجع كابتن ميدو. شويه تصريحات وهبد ما يعلم بالله ربك. شوف، احمد سيد زيزو موجود في النادي الاهلي، طيب والونش اكيد احنا محتاجين جناح يمين، فزيزو. احنا يا ابني بنفوض الناس اللي احنا محتاجينها. محتاجين مدافع فجايبين الونش. شوف الونش اصلا راجع مع الزمالك بيقدم مستوى زي الزفت من ساعه ما رجع بعد الصليبي. هنقومه احنا على رجله ونفوقه، هو شبهنا. زيزو والونش شبهنا، اخلاقهم شبهنا، فهناخد الونش نظبطه. طيب محمد السيد، عشان ما حدش يقول لك دول عايزين يضعفوا الزمالك، عايزين يضعفوا المنافسين، احنا ليه جايبين محمد السيد؟ احتياطي لزيزو يساعد مع زيزو. حسين الشحات الله يديله الصحه بقى، خلاص راجل 34 سنه، كبير وموسم كمان، كبير وموسم كمان، سنه الحياه. فالخطيب بيبص لقدام، بيبص لقدام، فرق كبير من ادارتنا وادارتهم. الراجل بيعمل للكيان، بيشتغل بيخدم للكيان. والخطيب ده محتاج مننا كلمتين بس ما ينفعش يتقالوا النهارده بالتحديد، مش في الفيديو ده، النهارده عموما. لان النهارده الزمالك كلها حاجات بسيطه، وماتش الزمالك هيبدا اقل من 40 دقيقه، وفي بالليل برشلونه دوري ابطال اوروبا. فالريتش هيبقى كله مركز مع الزمالك ومع دوري ابطال اوروبا. والحق اتقال، الكلمتين دول لازم يتشافوا. كلمتين للخطيب دول من ناس كتيره، بس انا هفكرك بيهم اللي هتطلع تقولهم له، لان انا عارفهم وياما قلتهم لك من بدري. كنت بتشتم انا وناس كتيره وبنتهاجم بسبب الكلمتين اللي هقولهم لك دول على الخطيب. ما علينا، نخليهم بعدين، ممكن نخليهم بكره ان شاء الله، او انزله النهارده بالليل متاخر كده قبل الفجر، الله اعلم. هنشوف انزل الفيديو تاني امتى، لكن ان شاء الله ميدو باذن واحد احد. ما تنساش الاهلي عمال يلسع منكم لعيبه اهو. احمد السيد زيزو نجم الاوحد في الزمالك، الونش محمد السيد اللي عمال يماطل معاكم. فطلع بقى، طلع شيكاتك المفتوحه يا نجم، طلع شيكاتك المفتوحه وخلص. تعاقد مع لعيبه الاهلي، شوف ايه احتياجاتك اللي انت ناقصها هناك في نادي الزمالك او في فرقه الزمالك، وتعالى خلصها عندنا في النادي الاهلي. ما تحورش تقول ان احنا قلنا لفلان وفلان لاي حد من لعيبه الاهلي اصل احنا مش محتاجينكم. اكيد في لعيبه محتاجها، فرجنا. انت مش هتعرف تعمل حاجه، انت بق انت بتبيع الوهم للزمالك، بتبيع لهم الفنكوش. بيع الفنكوش يا حبيبي. معني لحد كده مش عايز اطول عليك. مبروك يا رجاله احمد سيد زيزو، مبروك الونش، مبروك محمد السيد، مبروك مصطفى محمد، مع ان انا ما كنتش حابب الصفقه دي بس ده شيء عادي يعني. لحد كده تمام، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.